عمرك تخيلت إن حتة ورقة مرمية في التراب وسط الخراب ممكن تكون هي الحيطة اللي بتفصل بينك وبين الموت؟ خليك معايا عشان اللي هتشوفه دلوقتي هيغير فكرتك عن الصدفة تماما. في لحظة هدوء نادرة وسط ساحة معركة بتغلي والجندي بياخد نفسه بالعافية، لفت انتباهه نور بيلمع فجأة من وسط الركام اللي حواليه. الفضول خده ومشي خطوات بطيئة عشان يشوف ايه اللي بيلمع هناك ده، ولما وطى يمسك الحاجة دي لقاها مجرد صورة لست ملامحها تخطف القلب. لكن يدوب حط الصورة في جيبه ولف وشه عشان يرجع مكانه، قذيفة نزلت من السماء فارتكت نفس المكان اللي كان واقف فيه من ثواني بالظبط. موجة الانفجار كانت مرعبة وطيرته في الهواء وخلته يغيب عن الوعي في لحظتها. ولما لوجان فك عينيه وفاق من الغيبوبة دي اتصدم بحقيقة توجع القلب. كل زمايله في الكتيبة ماتوا في نفس اللحظة وهو الوحيد اللي فلت من الموت. لوجان كان حاسس من جواه ان الحماية اللي نجته دي ما كانتش من حقه وان في سر كبير ورا اللي حصل. في الايام اللي بعد كده فضل يسأل طوب الارض في وحدته لكنه معرفش يوصل لصاحبة الصورة دي خالص. ولما فقد الامل قرر يخلي الصورة معاه وما يفرطش فيها. والمعجزة الحقيقية بدأت من اللحظة دي، لان لوجان كان بيفلت من الموت في كل مرة بيتحط فيها في وش الخطر. زمايله في الفرقة استغربوا جدا وبدأوا يهزروا معاه على حظه اللي يكسر الحجر، وقالوا له انه لو رجع من الجيش ده سليم لازم يدور على البنت دي ويشكرها بنفسه. بس بمجرد ما الكلمتين دول اتقالوا حصل انفجار ضخم بلعهم كلهم في موجة نار مرعبة. ومع ذلك لوجان بينجب معجزة للمرة التانية وبيرجع لمدينته حتة واحدة. كان فاكر ان بعده عن الدمار هيريح روحه اللي اتطحنت من الحرب، لكن الهروب من الموت مش كفاية عشان تداوي جروح الروح، والحرب الحقيقية كانت لسه بتبتدي. خيال الحرب فضل مطارده زي ضله وأعصابه البايفة خلته مش عارف يعيش زي بقية الناس. أقل صوت كان بيفكره بضرب النار ويخليه يقف مستعد لأي هجوم، وما كانش بياخد نفسه ويهدى إلا لما أخته تفصل بلاي ستيشن ابنها. كان فاكر إن النوم هيريحه شوية، لكن لما العيال دخلوا يصحوه اتفزع من نومه ومن غير ما يحس لقى نفسه بيخنق ابن أخته. البيت اللي كان مليان دفى وحنية زمان اتقلب لجحيم بسبب حساسيته الزايدة وخوفه اللي مش بيفرقه لحظة. لوجان دخل في دوامة من جلد الذات وما كانش قادر يفهم ليه هو بس اللي عاش، في حين إن زمايله شبابهم اتدفن للأبد في ساحة المعركة. ما بقاش عارف هو مين ولا مكانه فين في الدنيا دي كلها. والصورة دي اللي نجته مرات كتير بقت هي الأشياء اللي متمسك بيها في الحياة. كان هيموت يعرف الإجابات ويفهم السر اللي بيربطه بالصورة دي، وفجأة ومن غير أي مقدمات لوجان بيلم شنطته وبياخد كلبه زوس وبيسيب البيت من غير حتى ما يودع أخته. طلع في رحلة مجهولة لمسافة 1500 كيلومتر، سافر في الفجرية وسط الضباب وفضل يطارد شمس الغروب كل يوم. هنا مفيش دوشة أسواق ولا أصوات مدافع بتضرب، مفيش غير السكينة والمناظر الطبيعية اللي بتطبطب على الوجع. وسط الطبيعة دي روح لوجان بدأت تهدى حبة بحبة لحد ما لمح الفنار الأبيض اللي كان غايب عن عينيه من زمان، واقف بشموخ في المكان اللي المية بتحضن السما فيه وكأنه مستني مسافر راجع من سفرية طويلة. لوجان مريحش ولا ثانية وبدأ يسأل الناس عن الست اللي في الصورة دي، وبعد لف ودوران كتير لقى أخيرا طرف الخيط في حانة صغيرة وعرف إن اسمها بيث وإنها فاتحة ملجأ للكلاب مع جدتها في المدينة. وهنا أخيرا لوجان بيقف قدام إلهة الحظ اللي بيربطوا بيها تواصل روحي مالوش تفسير. بيث كانت طالعة بخطوات هادية في نور الصبح وخيالها خطف قلب لوجان في ثانية. في اللحظة دي ما بقتش مجرد ورقة في جيبه، لكن بقت النور اللي هينور دنيته الضلمة. لكن في الوقت اللي لوجان كان بيجمع كلامه عشان يحكي كل حاجة رن التليفون قطعت اللحظة دي، وبقلة حيلة لوجان اضطر يمشي وراها ويدخل البيت. بيث كانت طفحة دم في الشغل كل يوم بسبب نقص العمالة في الملجأ، ولما قفلت السكة لوجان جهز نفسه عشان يطلع الصورة ويحكي حكايته. لكن الورقة اللي طلعت في ايده بالغلط خلت بيث تفتكر انه جاي يقدم على شغل، وبكل بساطة مدت ايديها وادت له استمارة التعيين. لوجان بص حواليه والتردد ملأ قلبه وبدأ يفكر، رغم انه كان هيموت يحكي اللي شافه في الحرب، لكن مين هيصدق قصة الحظ السحري دي؟ عشان كده لوجان اختار يسكت ويقفل بقه. كان عارف ان في حقائق محتاجة تتساب للأيام تثبتها بهدوء، وان في مقابلات لو باظت بكلام متسرع ممكن تفقد اللمسة الحلوة اللي القدر رتبها. لو القصة واخدة عقلك لحد دلوقتي ولسه الفضول قتلك عشان تعرف الباقي، دي اللحظة المناسبة تدوس اشتراك وتفعل الجرس عشان نعيش سوا حكايات تانية كتير. بيث سألته لو بيفهم في التعامل مع الكلاب غير كلبه زوس، فرد عليها ببرود انه كان بيشتغل مع كلاب المفرقعات. ولما سألته هو انت ضابط شرطة، قال لها انه جندي متقاعد ومش المسافة دي كلها عشان الشغلانة دي. فكرة ان جندي متقاعد يقطع جبال ومحيطات عشان يشتغل في ملجأ كلاب على بعد 1500 كيلومتر
كانت حاجة تجنن. القصة دي خلت بيث تقلق منه جدا وحاولت تكرشه بشياكة وترفضه. سألته وهي مستغربة ايه اللي يخلي واحد يسوق من كولورادو للويزيانا عشان ينظف ورا الكلاب. فرد بهدوء إنه ما قدرش يقول لها السبب وإنه مشي كل المسافة دي على رجله. بيث اتصدمت لما عرفت إنه جاي مشي، ولما سألته عن السبب قال لها بابتسامة خفيفة إنه غاوي مشية. لما سمعت الرد ده بصمت بالعشرة إن الراجل ده لاسع ومجنون رسمي، وطلعت تجري تنده لجدتها إيلي عشان تطرد الكذاب ده بره. لكن إيلي أول ما عينيها جت على لوجان ارتاحت له جدا، حست إن الشاب ده ابن حلال ومش زي ما حفيدتها بتقول خالص. بالعكس كان وشه فيه قبول وهالة من الأمان ما تتوصفش. ولما سألته إيلي لو كان شغال في البورصة رد بأدب وإنه كان في مشات البحرية. إيلي خدت بالها إزاي بيتحكم في كلبه بإشارة واحدة من إيده، ولما عرفت إنه دربه بنفسه وإنه بريمو في تدريب الكلاب شغلته في ساعتها ومشيت ورا إحساسها. وبعدها لوجان أجر بيت قديم في المدينة وقرر يركز في حياته الجديدة، أما الحقيقة فقرر يأجلها شوية ويصارح بيث في الوقت الصح. بس يا ترى هل الأيام الحلوة دي هتفضل مكملة كده ولا القدر مخبي حاجة تانية؟ ده اللي هنعرفه في الأحداث اللي جاية. في أول يوم شغل اللوجان طب عليهم ضيف تقيل ومكروه جدا، ضابط شرطة واقف على الباب، وأول ما لمح لوجان بصله بقرف وتناكة. لوجان سأله بكل برود لو في مشكلة، فالضابط رد بغرور إن المشكلة هتحصل لو ما ردش على أسئلته. ولما عرف إن لوجان هو الموظف الجديد نظرة القرف زادت أكتر وأكتر. الضابط أمره يحط إيده على الترابيزة عشان يفتشه، وعشان التاني لابس ميري لوجان اضطر يطوعه ويسكت. لكن لوجان ما كانش معاه الهوى يخليه يشك فيه، والموضوع كله كان مجرد فرد عضلات من الضابط ده. ولما الضابط ما لقاش حاجة يمسكه عليه غير الموضوع وبدأ يسأل عن بيث، ومن هنا بدأت المشاكل تظهر، لأن الضابط ده طلع كيث طليق بيث. كيث ده كان دايما شايف نفسه مغرور عشان أبوه راجل تقيل في البلد، ورغم إن بيث سابته واتطلقت منه بس كان لسه بيلوي دراعها بحضانة ابنهم بن، وكان بيطفش أي عريس يفكر يقرب منها. ورغم إن بيث كانت جايبة آخرها من حركاته دي بس كانت بتكتم في قلبها وتسكت عشان ما تخسرش ضناها. بعد الموقف ده لوجان دخل في فورمة حياة المدينة الهادية دي بسرعة، حتى الكلاب حبته وارتاحت له جدا. والمفاجأة إن لوجان طلع أسطى بيفهم في كل حاجة، وإيده تتلف في حرير. صلح السقف الخشب اللي كان بيقع وشغل الجرار اللي كان مركون ومصدي من سنين. وبالنسبة للدم والخراب اللي شافه في ماضيه الشغلانة البسيطة دي كانت نعمة وراحة بال ما تتقدرش بتمن. وتحت إيد لوجان الملجأ بقى بيبرك ومترتب على الفرازة، حتى العشة اللي كان مأجرها خلاها فل شمعة منورة. لوجان كان شغال زي المكنة ما بيفصلش ومفيش حاجة بتقف قصاده، وكل ده كان بيحصل تحت عين الجدة إيلي اللي بتراقب من سكات. ولما كانت بتبص للشاب الشقيان ده كانت بتبتسم برضا من غير ما حد ياخد باله. يمكن كانت خلاص حست إنه واحد من العيلة، بس بيث فضلت مقلقة منه. كانت بتلاحظ إنه دايما بيخطف نظرات ليها من غير ما يقصد. نظراته كانت تقيلة لدرجة إنها كانت بتحس إنها مكشوفة قدامه. ما كانتش فاهمة دي نظرة إعجاب ولا وراه مصيبة مخبيها، لكن بيث عمرها ما تتخيل إن لوجان في كل مرة بيبص ليها كان بيحس بسلام عمره ما داقه. الإحساس ده ما كانش مجرد إعجاب، لكنه كان الأمان اللي بتدور عليه روح مهلكة من الوحدة والحرب. بيث ما كانتش واصلة لأي حاجة من دي، وما كانتش فاهمة المشاعر المتجذرة جوه لوجان، وكانت دايما بتشتكي لجدتها وتاكل في دماغها بسببه. وفي لحظة الجو بقى متكهرب لما لوجان طلع فجأة، وعشان تفك الاشتباك إيلي غيرت الموضوع وبدأت تجره في الكلام عن حياته. لوجان كان صريح وقال إنه دخل الجيش بعد سنة واحدة بس من الجامعة، ولما بيث سمعت كده ما قدرتش تمسك لسانها واتريقت عليه، وكانت شايفة إن سنة واحدة دي ما تعملش بني آدم بيفهم. لكن لوجان كبر دماغه وكمل كلام عن الفلسفة اللي كان بيعشقها. ولما إيلي سألته عن حكمة لفيلسوفه المفضل قال إن أحيانا الأسئلة بتبقى معقدة بس الإجابات بتبقى في منتهى البساطة. بيث حبت تعمل نصحة وقالت له ده أكيد فولتير، لكنه فاجئها وقال ده دكتور سوس، وشكرهم على قعدتهم واستأذن عشان يكمل عيش الأكل. بيث حست بكسفة وإنها تسرعت لما حكمت عليه من شوية. كلام لوجان كان زي المية الساقعة اللي فوقتها من أفكارها، وحست إنها لازم تفرمل أحكامها شوية وتدي فرصة للراجل اللي كانت فاكراه مجنون ده. وبفضل وقفة لوجان معاهم في الشغل بيث لقت وقت كافي عشان تشتغل مدرسة فترات عشان هي بتعشق الأطفال. لكن بن ما كانش واخد حقه وسط زمايله في المدرسة، كان بيموت في عزف الكمانجة، وعشان كده العيال كانوا بيستلموه تريقة وبيقولوا عليه فرفور. ساعات الوجع بيجي من أقرب الناس اللي مش حاسين بينا أكتر من الغريب، وده اللي كان الولد الغلبان ده عايش فيه،
وكاتم في نفسه. بيث كانت شايفة كل ده بعينيها، بس عمرها ما سمعته بيشتكي من قرف المدرسة، ودي أكتر حاجة تكسر وسط أي أم بتربي لوحدها، إنها شايلة هم ابنها وهو مخبي عليها وجعه. وفي يوم بعد الظهر ولوجن بيمشي كلبه، سمع عزف كمانجا يجنن بالصدفة. مشي ورا المزيكا لحد ما اكتشف إن بن هو اللي بيعزف هناك. التريقة اللي كان بيسمعها خلته يتكسف يعزف قدام حد، وبقى يستخبى في عشة في الغابة عشان يتدرب براحته. بس تفتكر لوجن هيسيب الولد يدفن موهبته في الغابة كده؟ من يومها لوجن بقى كل ما يشوفه يشجعه ويديله دفعة ثقة في نفسه. لوجن كان أول واحد يقدر فنه، وعشان كده بن حبه جدا واعتبره صاحبه. ورغم إن بيث كانت ممانعة، بن عزم لوجن على العشاء معاهم وهو طاير من الفرحة. عالم العيال دايما أبيض ومكشوف، وحب بن للوجن كان باين زي الشمس. وبعد العشاء قعدوا يلعبوا شطرنج وتراهنوا إن الخسران هو اللي هيغسل المواعين. بس اللي صدم لوجن إن العيل الصغير ده طلع حريف شطرنج، وفي كام نقلة لوجن لقى نفسه متقفل عليه ومش عارف يتحرك. بيث كانت هتموت من الضحك وهي متابعة الماتش ده. وقبل ما لوجن يخلص غسيل المواعين، بن قال له هعمل لكم سحر بالكوتشينة. من يوم طلاق أبوه وأمه بن ما ضحكش من قلبه بالشكل ده. وبيث كانت بتراقب كل ده وعينيها بدأت ترضى بوجود لوجن في دنيتهم. لكن الوقت سرقهم وبقى وقت النوم. بيث فضفضت للوجن إن أخوها هو اللي علم بن شوية ألعاب سحرية، وإن السحر ده كان الرابط اللي بينهم، لكنهم خسوه السنة اللي فاتت وبن كان مقهور عليه، والموضوع ده كسر ظهرهم كلهم. في اللحظة دي لوجن كان هيموت ويجيب سيرة الصورة اللي أنقذته، بس الكلام وقف في زوره وما بقاش عارف يجيبها إزاي. اتأسف لها إنه مش لاقي كلام يواسيها، فبيث ضحكت له وقالت له ولا يهمك، خليها وقت تاني، أنا كده كده قاعدة. لوجن فضل باصص عليها وهي بتدخل جوه، وقلبه فضل يدق بسرعة لفترة. في الوقت ده كيث كان قاعد متلطح في الضلمة بيراقب كل دبة نملة بيعملوها. لوجن كان فاكر إنه نسي ريحة الدم، بس كلامه النهاردة مع بيث فتح جروحه تاني. عشان كده خد قرار ورمى الصورة تحت كتاب، لأنه ما كانش مستعد يقلب في دفاتره القديمة. تاني يوم كان سنوية أخو بيث، وإيلي راحت معاها عشان يقروا لهم الفاتحة. بيث عمرها ما بلعت فكرة إن أخوها مات وخلاص. كانت قاعدة على دكة في الجنينة وسرحانة في الزرع اللي زرعوه سوا والحيطة اللي بنوها بإيديهم. شريط الذكريات اشتغل في دماغها، وكل المشاعر اللي كبتتها انفجرت في اللحظة دي. كانت رافضة تقتنع إن أخوها ساب الدنيا بجد. لوجن لمحها بالصدفة فطلع يجري عليها وخدها في حضنه جامد عشان يهدي رعايتها. ولما هديت شوية بدأت تطلع النار اللي قايبة في قلبها من زمان بسبب موت أخوها. الجيش ما كلفش خاطره يبرر اللي حصل، وقالوا احتمال يكون مات برصاص زمايله بالغلط. الحقيقة كانت مدفونة ومفيش أي تفسير غير ورقة وفاة مرمية في الأرشيف. لكن بيث ما كانتش ضعيفة عشان تستسلم للقدر، بس ما كانتش عايزة أخوها يروح رخيص كده، لأن أخوها في نظرها هيفضل بطل غصب عن أي حد. هو الواد الشقي اللي كانت بتستخبى معاه وتقرأ حكايات في شقوق الحيطة، وهو الظهر اللي سندت عليه. ولما كانت بتفتكر الأيام دي عينيها الحزينة لمعت بشوية حنية. الذكريات كانت حاضرة، والدفى اللي مليها خلاها تبتسم غصب عنها، بس وسط الضحكة دموعها نزلت تاني زي المطر. لما لوجن شافها في الحالة دي قلبه اتقطع عليها وضمها لحضنه أكتر. لكن لما النفوس هديت القرب ده خلاهم يتوتروا ويتكسفوا من بعض. ولما الليل ليل والدنيا ضلمت لوجن ما قدرش يطلع عيون بيث المليانة دموع من نافوخه، وبدأ يتأكد إن اللي جواه ناحيتها عدى مرحلة الشفقة والعدعنة بمراحل. في نفس الوقت بيث كانت متلخبطة وجواها حريقة. الراجل اللي كانت عاملة منه حزرها بقى عامل زي شعاع نور بيتسحب لقلبها بالراحة. الأيام بتجري في هدوء، ولوجن من غير ما يقصد بقى عمود في البيت ده. مش بس واخد باله من الحيوانات، ده كمان بيذاكر لبن وطولة باله ملهاش آخر. وبيث كمان حست بالدفى اللي مال البيت بسبب وقفته معاهم. الغريب اللي كانت مرعوبة منه بقى هو الحيطة المايلة اللي بيسندوا عليها. ومشاعرهم كبرت جدا، كانوا فاكرين إن العيشة دي هتكمل في الروقان، بس طلعت كيث نغصت عليهم عيشتهم تاني. كيث كان مصمم ياخد ابنه الماتش بيسبول، وبيث كانت رافضة الفكرة تماما. لكن قدام بلطجة كيث ما قدرتش تفتح بقها ووافقت غصب عنها. ورغم إنها وصته ما يخليش باله من الولد، بس المصيبة حصلت والولد رجع متعور. عشان الماتش كان سخن بن اتخبط في مناخيره، بس كيث كان شايف إنها خربوش ملوش لازمة وما يستاهلش الشوشرة دي. ولما بيث شافت تناكة كيث ما رضيتش تكتر معاه ولفت عشان تمشي، وده خلاه يشيط أكتر. ظهور لوجن في الوقت الصح خلى بيث تفلت من تحت إيد كيث. ريحة الدم بدأت تفوح في الجو، والاتنين وقفوا قصاد بعض ومحدش راضي يجيب ورا، لحد ما كيث ضحك باستهزاء ومشي هو وبيغلي من قواه. عجل العربية صرخ على الأسفلت وساب وراه عداوة مش هتعدي بالساهل. وبعد ما كيث غير في داهية لوجن سألها وهو مصدوم ليه ما تاخدش بن وتطفش من هنا خالص. بيث قالت
قالت له بحركة إنها لو عملت كده كيث هياخد الحضانة منها، وأي قاضي هيحكم لأبوه عشان هي ملهاش بيت تاني، وفوق كل ده بيتها اللي كبرت فيه وما تقدرش تسيب أمانها، وعشان كده كل ما كيث يرزلل عليها بتسف التراب وتسكت وتعديها. لكن لوجان ما كانش مستوعب إزاي واحدة زي دي تتجوز عيل زي ده. فهمته إنها في آخر سنة في المدرسة كيث كان كابتن فريق الكورة، وهي افتكرت إنها واقعة في حبه، وبعدين حملت، ولما طلب إيديها وافقت، وده بقى سجنها اللي مش عارفة تخرج منه. لوجان بصلها بعين مليانة حنية وقال لها بس كان عايز يطمن عليها. الحنية دي نزلت على بيث زي الصعقة، وما كانتش عارفة تنطق، وفضلت بص على ظهره وهو بيمشي. دماغها فضلت تودي وتجيب، وحست إن الأوان جه عشان ترمي الماضي وتحارب عشان تفرح. إيلي كانت مراقبة كل التغييرات دي وساكتة، بس كانت طايرة من الفرحة بيهم. يا ترى كيث هيسيبهم يتهنوا باليومين دول؟ لما الليل دخل بيث ولوجان راحوا قعدوا في حانة على البحر، وهناك كل الحواجز اتكسرت وما بقاش فيه غير الحنية اللي مالية الجو، وقلبين بيدقوا لبعض. بعدين بيث خدته المركب صغير مركون ومصدي من سنين بتاع ابوها الله يرحمه. هي فاكرة انها كانت بتلعب عليه مع اخوها زمان، بس دلوقتي المركب ده بقى خردة. المكان ده كان شايل كل ذكريات طفولتها، وكانت بتدعي ان المركب ده يرجع يشم المية تاني وياخدها هي وابنها لدنيا تانية. لوجان حط امنيتها دي حلقة في ودنه، وفي لحظة الوداع المشاعر ولعت بينهم. لكن وهم غرقانين في اللحظة دي عربية بوكس ظهرت فجأة في أسوأ وقت، وطلع اللي سايقها هو العسكري تبع كيث. هنا لوجان فهم إن الراجل ده ما جاش صدفة، وإنه متراقب طول الوقت، ودي كانت رسالة تهديد صريحة وأوسخ حركة من كيث عشان يقتل المشاعر اللي بتكبر بينهم. بس لما نار الحب تمسك، إزاي شوية تهديدات هتطفيها؟ من يومها لوجان بقى يفحت نفسه في الشغل، وبيث كانت بتقف تسرح في عرض كتافه وهيبته. ولما الحب بيحضر كل حركة بتبقى سحر بيخطف العين، وبكده هما الاتنين وقعوا لشوشتهم في الحب. الجو كان رايق، وفي وقت فراغهم كانوا بياخدوا قارب في البحيرة ويهزروا ويضحكوا وقت الغروب، وما بقوش مجرد ضيوف في حياة بعض، دول بقوا عيلة بتسند بعضها بجد. إيلي شافت التغيير ده وكانت بتزق حفيدتها عشان تتشجع وتفتح صفحة جديدة، بس القدر دايما بيحب يعكسنا. يوم عيد ميلاد بن والكل كان فرحان ومفرفش ما عدا كيث اللي وشه كان يقطع الخميرة من البيت. كان باصص للوجان بنظرة كلها غل وحقد، وراح لباث فورا وهددها بجحاحة، وقال لها لو ما قطعتش مع لوجان حالا هيخلي أبوه يتدخل ويحرمها من ابنها طول العمر. التهديد ده كسر كل أحلام باث 100 حتة، ولما لقت نفسها مخيرة بين حبها وابنها حست إن في سكينة بتدبح في قلبها. فهمت إنها مش هتاخد كل حاجة، وعشان مصلحة بن لازم تدوس على قلبها وتموت حبها للوجان. قالت للوجان إنه مش حاسس بالمصيبة اللي هي فيها، فرد عليها إنه وافق إنها تستاهل عيشة أنضف من دي. وهو مروح كيث فضل ماشي وراه بالعربية وبيزمر له بتناكة واستفزاز، وقدام قلة أدب كيث لوجان فضل ثابت في مكانه ما بيهتزش. كيث عرض يوصله، ولما لوجان سأله أنت عايز إيه؟ كيث قال له إنه عايزه يشتغل معاه، وإنه أكيد قرف من لم وساخة الكلاب، وإنه واصل ويقدر يشوف له شغلانة مقامها عالي. لوجان بصله بعينين هادية كلها ثبات انفعالي. في الوقت ده اكتئاب باث كان فائع قوي قدام إيلي اللي عارفة إن دي مش العيشة اللي حفيدتها تستاهلها. قالت لها إن التضحية بكل حاجة عشان العيال دي حاجة عبيطة ومش صح. كلام الجدة خلى باث تضرب أخماس في أسداس، وما كانتش عارفة ترسى على بر. لكن لما بصت لابنها وهو نايم خدت قرار يكسر الدنيا. لو قدرت تفوز بالاتنين يبقى يا هناها ويا سعدها، وطبعا مش هتبيع ابنها بس، كمان مش هتوطي راسها تاني. وبكل قوة راحت للوجان وجابت له من الآخر وطلعت كل اللي في قلبها. قالت له إنه يقدر يحاول ياخد بن، بس هي هتقف له هو ومحامين عيلته زي الشوكة في الزور، لأنها ب100 راجل. ولما رمت الكلمتين دول الحمل اللي كان كاسر ظهرها انزاح أخيرا. كانت فاكرة إن الصبر بيجيب راحة البال والتنازل بيجيب الهدوء، بس فهمت إن ده كان قناع بتداري بيه جبنها. باث حست إن روحها رجعت لها وما بقتش متكتفة بالماضي. جريت على لوجان بلهفة وردت على حبه بأصدق فعل. الراحة بجد مش بتيجي من الطبطبة واستحمال القرف، لكن بتيجي من الشجاعة والمعافرة. وبعدين إيلي عرفت إن الحفلة بتاعة الكنيسة محتاجة حد يعزف، وبن كان شايف إن لوجان هو البريمو في دي. بس بن كان مكسوف وخايف ورفض الفكرة، بس لوجان ما سابوش وراح له الغابة تاني. بن سأله وهو مرعوب إيه اللي هيحصل لو عك الدنيا قدام الناس. لوجان طمنه وقال له إن أحلى حاجة في الكنيسة إن الناس هناك قلبها أبيض، وقال له إنه مش هيقف على المسرح بطوله ومحتاجه يسنده. ولما بن سأله قصدك إيه، لوجان قال له دي أصول المارينز، إننا دايما بنحمي ظهر بعض. وبفضل زقة لوجان بن وافق وهو مطمن. الأيام اللي قضوها مع بعض مش بس عملت بينهم تفاهم، ده بنت جسر ثقة في قلوبهم. ولما إيلي وباث رجعوا بالصدفة
بالصدفة لقوهم بيعزفوا سوا، ودي كانت أول مرة بن يجيب ورا ويطلع موهبته قدام أهله. الفرحة نورت البيت كله وبصوا لبعض ووشوشهم كانت بتنطق فخر. ومفيش وقت طويل وجه ميعاد الحفلة، ولوجان وبن كسروا الدنيا بعزفهم. بث كانت دموعها على خدها من الفرحة وهي شايفة ابنها بيكبر قدامها. ولما كيث شاف الليلة دي كلها عرف إنه ما خسرش خناقة، ده خسر كرامته كأب وراجل. ولما شاف ضحكة بث قلبه بدأ يرق، ويمكن حس إن أحسن حاجة يفك ويسيبهم في حالهم. بس هي فرحة ما تمت، في ثانية رجع لدماغه الناشفة تاني لما العسكري بتاعه سأله فاكر الراجل اللي كان بيلف بصورة بث، وقال له إن هو ده لوجان. الخبر نزل على كيث زي القنبلة، وبحكم إنه ضابط صمم يجيب قرار الموضوع. وفي الوقت اللي لوجان وبث كانوا مروحين وحاضنين بعض ما كانوش حاسين بالمصيبة اللي مستنياهم. في اللحظة دي عرف إن القيامة هتقوم. لما لوجان رجع بيته لقى الباب مفتوح والصورة اللي كان مخبيها طارت. الماضي دايما عامل زي العفريت، كل ما تفتكر إنك صرفته يطلع لك في أسوأ وقت. والسر اللي لوجان دفنه كان خلاص هينفجر. وزي ما لوجان حسبها كيث راح لبث ورمى الصورة في وشها. بث عرفتها على طول، دي الصورة اللي اديتها لأخوها، وكيث قال لها إنه لقاها في بيت لوجان. كلامه كان زي السم اللي بيتسرب في دماغها وخلاها تفكر في أسوأ حاجة. الإشاعات اللي قالت إن أخوها مات برصاص زمايله بقت بتلعب في دماغها دلوقتي. جندي راجع من الحرب يمشي 1500 كيلو متر عشان يمسح بلاط ملجأ كلاب، لو ما كانش ده بسبب ذنب واكله، ايه اللي يخليه يرمي نفسه الرمية دي؟ كلام كيث كسر قلبها وخلاها تلف حوالين نفسها. وفي اللحظة دي لوجان دخل وبث وقفت في وشه بالصورة وقالت لها إنها لقيتها. قالت لها وهي بتعيط إنها صورة دريك وإنه كان واخدها معاه في كل حتة. لوجان اترجاها تديله فرصة يتكلم، بس هي زعقت وقالت اسمع انت، وإنه ما جاش هنا بالصدفة وإنه قاصد يدور عليها. لوجان اعترف إنه كان لازم يقول لها وإنه حاول كتير بس ما كانش عارف يجيبها إزاي. أفكار لوجان رجعت لساحة المعركة وضرب النار رن في ودنها تاني، لكنه داس على وجعه وحكى لها الصورة وإزاي كانت حارسة ليه في عز الموت. بس بث ما كانتش سامعة حاجة. الصورة دي كانت تعويذة اديتها لأخوها عشان تحميه، ودلوقتي بقت في ايد واحد غريب. قالت له بقهرة ان الصورة دي كان المفروض تنقذ دريك. لوجان عضه وهو مكسور وانه كان يتمنى انها تنقذه فعلا. ولما الدنيا قفلت خالص لوجان فهم ان الكلام ملوش عازة وقرر يمشي، لكن وهو بيلف بن طلع يجري وراه لانه سمع كل حاجة وعارف انه هيمشي. اداله اغلى كتاب عنده اللي شايل ذكريات طفولته كلها، واللوجان ده اداله السلسلة الميري بتاعته ووصاه على أمه. لوجان مشي، وفي الصبح بيث راحت للمركب وهي روحها طالعة ولقيته مليان بعدة لوجان. ولما حاولت تشغله اتفاجئت إن المركب دار ورجعت له الروح. كل الضحكات اللي الأيام دفنتها رجعت تاني. لوجان ما صلحش حتة خشب، ده صلح قلب بيث اللي كان متدشمل. ولما الليل دخل السما فتحت حنفياتها وكأنها بتبكي على بختهم. كان مقهور وهو بيلم شنطته عشان يغور الصبح. مسك كتاب الشطرنج لقى جواه صورة لأخو بيث مع بن. اكتشف إن الراجل ده مش حد غريب، ده إيسز صاحبه في الكتيبة. الذكريات رجعت تضرب في نافوخه زي السيل، وحس إنه رجع لليلة المدافع. كانوا بيحاربوا كتف بكتف بس الأعداء حصروهم، وإيسز عشان ينقذ زمايله ضحى بنفسه ووقع وسط النار. المشهد ده كان محفور في دماغ لوجان، وعشانه قرر إنه لازم يقول لبيث الحقيقة قبل ما يمشي. لكن كيث سبقه وراح هناك الأول، وكان باصص للترابيزة اللي بتفكرهم بأيامهم سوا، وقرب منها وكان عشمان إنهم يرجعوا لبعض. بس إزاي بيث تصدق الكذب ده تاني بعد كل الإهانة؟ قالت له في وشه إن مفيش أمل يرجعوا لبعض، وده خلق كيث يتجنن وقرر ياخد بن ويمشي حالا. بن سمع الخناقة فاتخض وطلع يجري بره البيت، وكيث جري وراه في الغابة الضلمة. الغابة كانت تخوف، وبن كان عايز يوصل للكوخ بس الكوبري الخشب كان بيتهز ومش عارف يتحرك. كيث حاول يقرب ينقذ ابنه بس اتزحلق ووقع الطين والكوبري فقد توازنه. كيث حاول يمسك في حبل بس معرفش، والكوبري قطم بيه ووقع في النهر التلج. ورغم وجعه قاوح عشان يعوم ناحية بن. وفي اللحظة دي لوجان وبيث وصلوا. لوجان رمى نفسه في المية من غير تفكير عشان يلحقهم، لكن البيت الخشب اللي كان فوق بن انهار في نفس الوقت، والانهيار ده خلى حياة كيث تخلص في لحظتها. ورغم ان الانقاذ جه بسرعة بس كيث كان خلاص فارق الحياة. تاني يوم الصبح لوجان اللي كان ململم حاجته راح لبيث تاني وحكى لها بالراحة عن بطولة إيسز وإزاي ضحى بروحه عشان ينقذ فرقته. وزي ما بيث كانت دايما عارفة أخوها طلع بطل مفيش منه اتنين. وبعد ما خلص كلامه
لوجان لف عشان يكمل سكته المجهولة، لكن سمع صوت بينادي عليه من وراه. شمس الغروب كانت ضربة في بيث زي أول مرة شافوها، بس المرة دي لوجان ما بقاش الجندي المكسور، بقى راجل اتعلم يحب من تاني، وحب بيث كان الفنار اللي نور ضلمة قلبه. الصورة جابت له الحظ، بس حبها اداله الشجاعة، وبين الموج والهوا ما بقاش خايف من اللي جاي، لأن الفنار هيفضل دايما ينور له سكته. ناس بتقول إن الحب ده قوة سحرية محدش يفهمها، بس قادرة ترجع الروح للناس، ودي كانت أحلى نعمة الصورة دي جابتها له، إنها ما أنقذتش حياته بس، دي خلته يحب الدنيا تاني. يا ترى لو كنت مكان لوجان كنت هتاخدها مشي 1500 كيلومتر عشان تدور على سر صورة لقيتها في وسط النار؟ مستني رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو حابين نعيش سوا حكايات وتفاصيل تخطف العقل الأيام اللي جاية.